السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين كده عملت النهاردة اختراع كوكيز بطريقة حلوة جدا. عملته من بواقي بسكوت العيد. بصوا بقى، شوفوا بقى المقادير بجد تحفة. مش هيكلفك اي حاجة خالص غير البسكوت العيد البايت. زي ما انتم شايفين انا عندي طبق كبير ما كنتش عارفة اعمل فيه ايه. رحت حطيته في الكبة. طبعا هو فيه سمنة وفيه كل حاجة. لو انت عايزه تزودي السكر ممكن تزودي السكر، انما انا استكفيت بالسكر بتاع البسكوت. زي ما انت شايفين انا هطحنه كويس جدا. ولو مش عندك الكبه انت ممكن تحطيه في المطحنه بتاعه الخلاط الصغيره ديت، او تضربيه تحطيه في الكيس كده وتضربيه، او تبليه بقى بشويه لبن. هيبوش خالص معاكي. زي ما انت شايفين يبقى ناعم خالص. بصوا عامل ازاي. هحط بقى كوبايه لبن عشان اعمله عجينه. كده انا ما ضفتش عليه ولا سكر ولا ضفت عليه سمنه. هو طبعا فيه زبده فمش محتاج. دلوقتي بيتكور معايا بيبقى عجينه. العجينه هتبقى ناعمه وجميله جدا. طبعا الكوبايه كانت حلوه جدا معقوله. انما لو انت حابه تضيفي، يعني لو عايز انت طبعا ممكن من الكميه. الكميه مثلا لو قليله هتحطي نص كوبايه، الكميه كتيره هتحطي كوبايه. زي ما انتم شايفين كده بضرب فيه لحد ما ما عمل، بصوا عمل عجينة وتلم مع نفسه. بضربها كويس جدا عشان يبقى ناعم. انا جايبه لكم الطريقة كلها خطوة بخطوة، بحيث ان ان يبقى قدامكم اللي انا طحنت البسكوت وعملته وبقى بصوا عجينة اهي. المصداقية. بصوا بقى ما شاء الله بقى عامل ازاي. بصوا بقت عجينة ناعمة. اللي يشوفها كده ما يقولش ده بسكوت خالص. دي كده هكورها كده بقت مظبوطة معايا ما شاء الله. هنبتدي بقى نقسمها. هعمل جزء ابيض وجزء بشوكولاتة. الحمد لله رب العالمين، انا ما بحبش ارمي اي حاجة خالص. كمان عندي الكيكة باظت مني. ف برضك ما رضيتش ارميها يعني. هي باظت يعني العجينة من جوه كويسة بتاعت الكيكة، بس ما قبتش. ما اتاكلتش. تاني يوم رحت ضرباها بقى وعاملاها برضك تشيز كيك. يعني ما فيش حاجة بتبوظ الحمد لله. كده انا قسمت العجينة. هعمل بقى الجزء ده بالشوكولاتة. هحط بقى معلقتين كاكاو. زي ما انتم شايفين هبتدي اعجنهم. المهم الاول بالمعلقة. معلش لو كنت طولت معاكم الفيديو، بس عشان يبقى كله قدامكم خطوة بخطوة. هلم العجينة بعد ما لميتها بقت بالشكل ده. بصوا بقت عاملة ازاي. هبتدي بقى اعمل الاول الجزء اللي انتوا شايفينه الابيض بالشوكولاتة. عندي هنا صينية مدهونة زيت. هبتدي ارص الكوكيز اللي انا عملته، وهبتدي اعمل تاني بنفس الطريقة. بعد بقى ما تخلصي الكمية كلها هندخله الفرن وهيطلع بالشكل ده.
ده الابيض اللي انا عملته، ده دخلته الفرن. لسه دلوقتي بقى ايه، هو في الفرن. هبتدي اعمل اللي بالشوكولاته. زي ما انتم شايفين كده، هبتدي ارصه. بعد ما اخلصه بقى ادخله الفرن. بصوا بقى شكله عامل ازاي. انا دلوقتي هندخله بعد ما نخلص، هدخله الفرن. بصوا شكله كده بعد ما خلصت الكمية كده بقى، بعد ما طلعت من الفرن. بصوا عاملة ازاي، بجد تحفة، حلو جدا جدا. ما ترموش بقى اي حاجة. ولو عندكم اي حاجة مش بتتاكل، انتوا ممكن تعملوا بقى اختراعات. ابتكري بقى في اي اكلة عندك، هتطلع في منتهى الجمال. طول ما انت ما بترميش حاجة، فسبحان الله ربنا بيحلل الحاجة اللي في ايديكي. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب.